هل نحن أمام منافسة جديدة على الكرة الذهبية؟ لا ميسي ولا رونالدو، بل أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي، نجم المغرب الذي يشعل الجهة اليمنى، أم فنان فرنسا الذي يرقص بالكرة على الجهة اليسرى؟ أشرف حكيمي واحد من أفضل الأظهرة في العالم حاليا، سجل، صنع، وشارك في كل بطولات باريس سان جيرمان، لا يتوقف عن الركض ولا عن الإبهار. ديمبلي لاعب مهاري من الطراز الأول، صانع ألعاب بالفطرة، يستطيع تغيير مجرى المباراة بلمسة واحدة. تألق في برشلونة والآن يبدع في باريس أيضا، لكن من منهما تركوا أثرا أكبر على أرض الملعب؟ الأرقام لا تكذب. حكيمي في الموسم الماضي 10 تمريرات حاسمة، 6 أهداف، أكثر من 50 تدخل دفاعي ناجح، وسرعة قياسية في كل مباراة تقريبا. ديمبلي 12 تمريرة حاسمة، 9 أهداف، ومعدل مراوغات ناجحة من بين الأعلى في أوروبا. في النهاية الكرة الذهبية لا تمنح فقط للمهارة بل للاستمرارية. هل تتجه الكرة الذهبية يوما إلى مدافع خارق من المغرب؟ اكتبوا في التعليقات من تراه يستحق الكرة الذهبية، حكيمي أم ديمبلي؟